السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسامه عرفه، استشاري طب الاطفال وحديث الولاده ببورسعيد. سريعا استكمالا للفيديو السابق، هنتكلم النهارده على الاطفال اللي ليهم علاقه بحساسيه الانف والصدر، من حيث ليه هم في الفتره دي بيكونوا تعبانين جدا. الحقيقه احنا ما بنقدرش في اطفال الحساسيه ومعظم مرضى الحساسيه في هذه الاوقات ان احنا نوصلهم لمنطقه الزيرو اللي هي ما فيش كحه ولا عطس ولا، صعب جدا، لان في عوامل كتيره جدا ما بنقدرش نتحكم فيها، زي درجه حراره الجو، زي النزول للمدارس، زي التجمعات، زي وجود فيروسات معينه في الوقت ده من السنه، زي ظروف التوقيتات دي. وبالتالي احنا بنحاول نكنترول على كل العوامل اللي في ايدينا اللي نقدر نسيطر عليها، بحيث ان انا لو عندي المشكله 100% اقدر اوصلها ل 20%. سريعا في الدقيقتين دول هحاول اوصلكم لل 20% عن طريق بعض النصائح. الطفل اللي عنده حساسيه لازم يكون بيعيش في بيئه جافه، البيئه دي ما فيهاش تدخين، ما فيهاش سجاير، ما فيهاش غبار، ما فيهاش دخان، ما فيهاش روايح، ما فيهاش بخور، ما فيهاش عطور يوم الجمعه بعد الصلاه، الفواحات والحاجات دي بالنسبه للطفل ده، ما فيهاش مكنسه، ما فيهاش تنفيض، ما فيهاش غبار، ما فيهاش، طبعا في حاجات في ايديكم وحاجات مش بايديكم يعني، اوكي؟ الحاجات دي ممكن تقلل كتير. طب ايه الحاجات الطبيه اللي نقدر نعملها تقلل من الكحه وتقلل من عوامل الحساسيه للطفل ده؟ رقم واحد، غسيل الانف. والغسيل على فكره مش شرط الطريقه العنيفه اللي بتتعمل وينزل من الناحيه الثانيه والكلام ده، مجرد ان انا سواء بخاخه او سرنجه او بغسل الانف كويس وبخليه لو بيعرف ينف يطلع مناخيره كويس، لو ما كانش بالشفاط. لكن مش شرط ان انا اعمل الطريقه العنيفه دي، لان دي ساعات بتعمل مشكله كبيره لبعض الاطفال. تاني حاجه، التطعيمات مهمه جدا ولا زلت مؤكد عليها بالنسبه لاطفال الحساسيه. عايز اقول لكم تطعيم الانفلونزا اول ما ظهر اساسا ظهر للاطفال اللي عندهم حساسيه، وبالتالي لما تلاقوه كويس بدا يتطبق على كل الناس. تطعيم الانفلونزا بيستمر طول السنه، طول السنه، مفيش حاجه اسمها في شهر 10 اتاخرنا، مفيش الكلام ده. الشتاء لسه بادئ النهارده 21 ديسمبر 22 ديسمبر. عندك الفتره بتاعت الفيروسات بتاعت عز موسم الشتاء وعز موسم الانفلونزا لسه جايه، الثلاث شهور جايين. فتطعيم الانفلونزا مهم. تطعيم المكورات الرئويه وهو تطعيم غير حكومي ده مهم جدا جدا، وفي انواع منه كتيره، حتى للي ما خدش قبل كده، حتى للي ما خدش قبل كده لحد 5 سنين نقدر نديه ويستفيد منه الطفل جدا بجرعات اقل شويه من الجرعه الاساسيه يعني. فالتطعيمات مهمه جدا جدا. كورس زي البرونكو فاكسوم اللي انتوا عارفينه كلكم، اللي هو 10 ايام من كل شهر لمده 3 شهور، بيفرق كتير مع الاطفال. اعطاء فيتامين الف المركز، فيتامين الف ده بيدوه في الوحدات وبياخدوا كذا جرعه عند كل من اول 6 شهور وسنه وسنه، كل 6 شهور لحد 5 سنين بيدوهم الجرعات. بس بعد الخمس سنين يمكن ما بيدوش، لكن ممكن يتاخد في الاطفال فوق 5 سنين. والجرعه ممكن ابقى اكتبها لكم واحسبها لكم، الجرعه المكثفه من فيتامين الف بتحميهم اثناء الشتاء. دي الحاجات اللي ممكن كعوامل طبيه تساعدنا كتير في تقليل القصه. تاني حاجه، اي طفل عنده حساسيه انف، حساسيه صدر، وعنده بخاخات بيستعملها، مفيش حاجه اسمها البخاخات تقف في اثناء موسم الشتاء واثناء موسم الحساسيه. هو انت اثناء التعب في بخاخات معينه بتستخدمها، واثناء الوقايه في بخاخه معينه بتستخدمها سواء للانف او للصدر، وما توقفش. عيان ومريض الحساسيه الطفل اثناء موسم الشتاء واثناء موسم التعب ده والفيروسات دي ليه علاج مستمر، مفيش حاجه اسمها علاج مفيش، لازم في علاج معين للوقايه. اوكي؟ يبقى احنا كده ملخص الموضوع، انا عايز ابني يقل الكحه وتقل الحساسيه، طالما ما عندوش حاجه مهمه كجيهات بيبي كلاس يقعد ما ينزلش الشهرين دول، انا رايي كده. تاني حاجه، ياخد تطعيمات الانفلونزا وتطعيمات المكورات واي تطعيمات مفيده ليه، وياخد فيتامين الف، وياخد كورس البرونكو فاكسوم، ويتغذى كويس وينام بدري، ونقلل الجانك فوز، ونقلل التجمعات، ونقلل الكيدز اريا، ونقلل الزيارات على قد ما نقدر. ممكن طفل الحساسيه يقل كتير جدا من مشاكل مناخيره وصدره، مش هتوصل لزيرو انه يبقى زي شهر 5 و6 و7 في الصيف لما ما كانش عنده مشاكل خالص، لكن على الاقل هيكون افضل ان شاء الله. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولاطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.